علي عفيفي اسم ممكن كتير منكم ما يعرفوش، لكنه قصة بترسم حدود الألم والندم والعقاب الذاتي. كان مجرد شاب زي أي حد في قريته قرب طنطا، بدأ طريق السرقة من سن صغير وقضى 25 سنة في عالم السرقة، لكن في النهاية قرر يوقف بنفسه. في 2011 علي أخذ قرار هز كل اللي حواليه. في لحظة مواجهة مع نفسه قرر يقطع إيده الأولى بنفسه ليعاقب نفسه على سرقته. الفكرة كانت لو فقدت أداة السرقة يمكن أبطل، لكن هل ده فعلا اللي حصل؟ علي رجع لنفسه القديمة، لكن المرة دي قرر يقطع إيده التانية. تخيل حجم الإصرار على إنه يعاقب نفسه وكأنه عايز يطهر روحه بأي طريقة. النهارده علي عنده 40 سنة، قاعد في قريته بعد ما فقد كل حاجة، إيده وقدرته على السرقة حتى احترام الناس. البعض شايفه بطل لأنه عاقب نفسه على ذنوبه، والبعض شايفه شخص ضيع عمره على أخطاء متكررة، لكن الأكيد إن قصته بقت عبرة. علي قال أنا طبقت شرع الله فيا وحبيت إن أبدأ بنفسي. القصة دي بتفكرنا إن العقاب الذاتي ممكن يوجع، لكن اللي يغير فعلا هو المساعدة والوعي. يا ربنا حالك سبع كامل اي منبشه اسبوعي خالص كبير كبير. واحد من ضمن الناس اللي هم ما بيسمعش اخر عارف تعبان جدر ضعيف ضعيف خالص جدر ضعيف خالص عندي 3 عيال صغيرين يعني راجل حكام.